بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة التحضير لمباراة التعليم مع الأستاذ أمين صدقي. في هذه الحلقة إن شاء الله لنا موعد مع نقاط وأجوبة ديداكتيك النشاط العلمي، حيث في هذه الحلقة إن شاء الله سأشارك معكم أسئلة وأجوبة تطرح كثيرا في ديداكتيك النشاط العلمي، ستفيدكم كثيرا إن شاء الله. إذا كي لا أطيل عليكم نبدأ على بركة الله. أولا سنبدأ بالمبادئ الموجهة لتعليم وتعلم النشاط العلمي، وسنقتصر على 4 مبادئ، وهي الانطلاق من المحسوس إلى المجرد، أي الانطلاق من المعرفة الحسية المبنية على الحواس وصولا إلى الفهم والتجريد من خلال إعمال آليات التفكير العلمي، وهي الملاحظة، التجريب، الاستنتاج، ثم التعميم. استحضار المحيط في بناء التعلمات، وذلك بتوظيف بيئة المتعلم لكي لا تظل دروس النشاط العلمي نمطية، ولكي تكون وضعيات التعلم ذات معنى. ثالثا التدرج في بناء المفاهيم، وذلك بمراعاة المستوى النفسي والإدراكي للمتعلم. رابعا وأخيرا استحضار المحيط في بناء التعلمات. ننتقل الآن إلى الترويصة، أي ترويصة الجدادة، أي جدادة النشاط العلمي. ففي الترويصة نكتب المادة، مثلا مادة النشاط العلمي. عنوان الدرس، نقوم بكتابة عنوان موضوع الدرس. بعد ذلك المستوى الأول أو الثاني أو الثالث إلى المستوى السادس ابتدائي. المحور، أي محور هذا الدرس. بعد ذلك الوسائل الديداكتيكية التي ستستعملها في هذا الدرس، من بينها مثلا البطارية، المصباح، صور حيوانات، كتاب المتعلم، إلى غير ذلك، السبورة مثلا، إلى غير ذلك من الوسائل الديداكتيكية الكثيرة التي يمكنك استعمالها. بعد ذلك زمن الحصة، فكما نعلم فمادة النشاط العلمي تقدم في 2 ساعات لكل أسبوع، في حصتين أو 3 حصص. يمكنك عمل حصتين، الحصة الأولى 60 دقيقة والحصة الثانية 60 دقيقة، أو يمكنك عمل 3 حصص، الحصة الأولى مثلا والثانية 30 دقيقة 30 دقيقة، والحصة الثالثة 60 دقيقة. بعد ذلك الدورة الأولى والدورة الثانية، ثم الوسط قروي أم وسط حضري. كملاحظة مهمة، فالمنهج المستخدم في ديداكتيك النشاط العلمي هو نهج التقصي. نمر مباشرة لنموذج لتخطيط جدادة في النشاط العلمي وفق نهج التقصي. فلتخطيط جدادة في النشاط العلمي نقوم برسم جدول على هذا الشكل. في الخانة الأولى نضع المقاطع الكبرى، الخانة الثانية الخطوات المنهجية. بعد ذلك نقوم بكتابة التدبير الديداكتيكي للأنشطة التعليمية التعلمية، أو تدبير الأنشطة، أو تدبير الأنشطة التعليمية التعلمية، يمكنك تسميتها كما تريد. وهناك أنشطة تعليمية أي أنشطة المدرس، والأنشطة التعلمية أي أنشطة المتعلم. بالنسبة للمقاطع الكبرى فهناك مقطعين، المقطع الأول هو أنشطة الاستكشاف والبناء، والمقطع الثاني هي أنشطة الاستثمار والتطبيق. أما بالنسبة للخطوات المنهجية فلدينا 6 خطوات. الخطوة الأولى هي وضعية الانطلاق. خلال هذه الخطوة يقوم المدرس بتدبير فضاء القسم وتشكيل مجموعات العمل، وأيضا طرح وضعية مشكلة لها صلة بمحيط المتعلمين وحياتهم اليومية، بهدف وضعهم في سياق الدرس ورصد تمثلاتهم. أما بالنسبة للمتعلم فدوره هو المشاركة في مناقشة الوضعية وفهمها وإبداء تمثلاتهم في الموضوع. الخطوة الثانية هي تملك وصياغة سؤال التقصي، من خلال التحسيس بالمشكل الذي تطرحه الوضعية، ودفع المتعلمين إلى وضع سؤال أو أسئلة حولها بشكل واضح ودقيق.
أما بالنسبة للمتعلم فيصوغ أسئلة للمشكل الذي تطرحه الوضعية المقدمة. الخطوة الثالثة هي اقتراح الفرضيات. خلال هذه الخطوة يتيح الأستاذ الفرصة للمتعلمين لتقديم تفسيرات أولية للمشكل المطروح مع تدوين مختلف الفرضيات على السبورة. أما بالنسبة للمتعلم فيستدعي خبرته ويقدم إجابات وفرضيات تكون بمناسبة حلول مؤقتة للمشكل المطروح. الخطوة الرابعة هي فحص الفرضيات وتوثيق النتائج. دور المدرس ضبط المهام والأدوار داخل كل مجموعة عمل، إعطاء توجيهات المرتبطة بالمناولة والتأكد من الفهم الجيد لها، تتبع عمل المجموعات لرصد المعيقات والمساعدة على تجاوزها، وأيضا ترسيخ قيم التعاون والإنصاف داخل كل مجموعة. أما بالنسبة للمتعلمين فتقوم كل مجموعة باختبار صحة الفرضيات من خلال التجريب، حيث ينظم كل مسير مجموعة عمل مجموعته، ويقوم المقرر بمساعدة عناصر مجموعته وبتدوين مختلف الخلاصات. الخطوة الخامسة عرض النتائج وتقاسم الحصيلة. يذكر المدرس المتعلمين بالمشكل المطروح ومطالبتهم بتحديد الخطوات التي سلكوها، إضافة إلى المساهمة مع المتعلمين في تمحيص فرضياتهم ومقارنتها مع النتائج المحصل عليها. أما بالنسبة للمتعلمين فيعرض كل مقرر نتائج عمل مجموعته، إضافة إلى مناقشة المتعلمون النتائج والخلاصات ويقارنونها بالفرضيات المقترحة من أجل إثباتها أو دحضها. الخطوة السادسة والأخيرة الاستنتاج والتعميم، حيث يوجه الأستاذ أو المدرس المتعلمين إلى صياغة الاستنتاج والخلاصة للنتائج المتوصل إليها وتدوين الخلاصات على السبورة. أما بالنسبة للمتعلم فيشارك في استخلاص وصياغة الاستنتاج، إضافة إلى تدوين الخلاصة على دفتره. بالنسبة لأنشطة الاستثمار والتطبيق، تطبيق ما تم استخلاصه من خلال تمارين بسيطة أو حل وضعيات مستقاة من الحياة اليومية للمتعلم إلى غير ذلك. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. أرجو أن تكون الحلقة قد أفادتكم. إلى حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.